المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. حاكم جنوب البحر الأحمر يتفقد النشاطات التنموية. ارتفاع معدل الالتحاق بالمدارس في مديرية هبور وإقليم عنسبة. أنشطة نفير تنموية ناجحة في مديرية قندع. واشنطن تعتبر رسميا استحواذ العسكريين على السلطات في النيجر انقلابا. زلزال جديد بقوة 6.3 درجات يضرب شمال أفغانستان. مخاوف فيضانات مع وصول الإعصار الشديد الخطورة ليبيا للمكسيك. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقد حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي لقاءات مع الشعب حول تعزيز دور المجتمع في البرامج التنموية. وتفقد السفير محمد سعيد في الزيارة التي قام بها من 3 وحتى 6 من أكتوبر لمناطق فرر وإيغورولي وعدايلو وحمرتي ورانتيعوم. تفقد الفصول الإضافية والنقاط الصحية والمدرجات والحواجز المائية المشيدة بالشعب وقوات الدفاع، وأشاد بمبادرات المجتمع وقوات الدفاع داعيا للإسراع بعملية صيانة المؤسسات التعليمية. وبعد مشاهدته المدرجات والحواجز المائية المشيدة في منطقة أيومين، دعا لتعزيز المشاركة الشعبية لحماية التربة وحفظ المياه وصيانة الطرق الفرعية. زار الحضور المدرسي في مديرية هبور وإقليم عنسبة بمعدل 19% وفقا لتقييم العام الدراسي 2022-2023 الذي أجري في عريتاي في 6 من أكتوبر. وبحسب مسؤول التعليم بالمديرية الأستاذ علي عبه، فقد ارتفع عدد الطلاب في المدارس الابتدائية بنسبة 15%، والمدارس المتوسطة بنسبة 23%، والمدارس الثانوية بنسبة 19% مقارنة بالعام الدراسي 2021-2022. وأضاف أنه من بين 8488 طالبا، بينهم 3925 طالبا الذين التحقوا بالمدارس النظامية هذا العام، بلغت نسبة النجاح 85.7%، بينما قاطع 2.9% لأسباب مختلفة. وحث المشاركون الحكومة على معالجة مشكلة عدم تجمع القرى بشكل جدي، حيث أنها أصبحت واحدة من المشاكل الرئيسية في عملية التدريس والتعلم، داعين لمنح اهتمام كبير لتأخير المستلزمات الدراسية وتنظيم دورات تدريبية لرفع قدرات المعلمين وتعزيز مساهمة المجتمع في صيانة وبناء البنى التحتية التعليمية. وقال الأستاذ كفلاي عند ميكائيل رئيس فرع وزارة التعليم في إقليم عنسبة إن التقييم سيساعد في تحديد المشكلات التي تمت ملاحظتها في العام الماضي وإيجاد حلول فورية. وحث مدير مديرية هبور السيد فتوي قبر مسكال الأطفال على بدء تعليمهم في الوقت المحدد وتشجيعهم للوصول إلى أعلى مستوى. ويوجد بالمديرية 23 مدرسة من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى 9 رياض أطفال أهلية و13 مركز تأهيل برنامج عريوت و7 مراكز لمحو الأمية. تجري أعمال حماية التربة وحفظ المياه في مديرية قندع بنفرة حوالي 10,000 شخص في 17 ضاحية بالمديرية. ودعا مدير مديرية قندع السيد عمر يحيى لدى لقائه المشاركين في النفير، دعا لمواصلة العمل الذي يشمل بناء المدرجات والحواجز المائية وصيانة الطرق الفرعية وإزالة الأشجار الغازية لدوره في استقرار البيئة وتنمية المياه الجوفية.
وأوضح مسؤول مكتب الزراعة في مديرية جندع السيد تسفى جابر السقاي أن أنشطة النفير تجري بإشراف خبراء الزراعة وأعضاء الجيش الشعبي، وتشمل أيضا إعداد الحفر للتشجير وبناء القنوات ومد أنابيب المياه في ضواحي محابار والعيتن وإنبات كلا ومتكل أبيت. وأكد المشاركون في النفير على مواصلته لنتائجه الملموسة على الأرض. تخرج في 10 من أكتوبر في دنغول 48 عضوا من قوات الدفاع الإريتري الذين تم تدريبهم على تصميم الرقصات. وتضمنت الدورة التدريبية التي استمرت لمدة شهر الشكل الموسيقي والشعر والثقافة والفن والفنان والأخلاق ولغة الجسد وكتابة القصة وإدارة الرقص. وقال رئيس قسم الإرشاد والتوجيه المعنوي العقيد سلام سيوم الذي وزع الشهادات على الخريجين والجوائز الخاصة للمميزين إن إحدى المهام الرئيسية للقسم هي تنظيم دورات تدريبية مفيدة لأفراد قوات الدفاع. وقال ممثل الخريجين إنهم سيحاولون عكس القيم الثقافية للقوميات الإريترية في المجالات التي تدربوا فيها. وقال الشاب هيرمون حاغوس أحد المدربين إن التدريب استمر نحو 300 ساعة، ويهدف لتمكين الفرق الفنية التابعة لوزارة الدفاع قدرات إدارية عالية الجودة للرقص والقيام بأعمال تنافسية وتكاملية بين تلك الفرق وإنتاج أعمال فاعلة. وأخيرا أشار مدير مديرية جندع السيد عمر يحيى إلى أهمية التدريب في تطوير الأنشطة الثقافية وتشجيع المشاركين ماليا باسم المديرية. عقدت هيئة الاتحاد الوطني للمرأة فرع مديرية قالا نفحي في الإقليم الأوسط مؤتمرها الرابع تحت شعار درع التنمية المستدامة في 10 من أكتوبر. وقال مدير المديرية السيد محاري يوهانس في المناسبة إن ضمان مساواة المرأة في إريتريا تحقق من خلال المشاركة العملية والتضحيات. وأوضحت رئيسة هيئة الاتحاد في مديرية قالا نفحي السيدة ملو بيانم أوضحت تنفيذ الأنشطة جيدة للتأطير خاصة الشباب. من جانبها دعت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة فرع مديرية قالا نفحي السيدة سماينيش هبتي جميع الجهات على العمل الجاد في المستقبل لفعالية أكثر. وقدمت مسؤول الشؤون السياسية في الاتحاد الوطني للمرأة فرع الإقليم الأوسط السيدة سلومي قبر سلاسي توضيحا حول إجراءات الانتخابات والتعليمات التنظيمية التي تم المصادقة عليها ضمن دستور الاتحاد في المؤتمر السابع. وأوضحت رئيسة الاتحاد في الإقليم الأوسط السيدة ألم بلاي دور المرأة في الداخل والمهجر في مختلف المراحل، داعية عضوات الهيئة المنتخبة للعمل الفعال. وانتخب المؤتمر هيئة جديدة من 8 عضوات. استشهد في 10 من أكتوبر عضو وزارة الشؤون الخارجية المناضل الكبير إدريس محمد علي أبو شيخ عن عمر يناهز 73 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل إدريس محمد علي بصفوف جبهة التحرير الإريترية في شهر فبراير عام 1967 وانضم عام 1970 في صفوف قوات التحرير الشعبية من سوريا عبر عدن، وخدم خلال مرحلة الكفاح المسلح في جهاز الهندسة العسكرية ومندوب قوات التحرير الشعبية والجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في بيروت والكويت. وعمل بعد الاستقلال بتفاني وإخلاص من أجل شعبه ووطنه، بداية كمندوب الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في العراق، ومن ثم دبلوماسيا لدولة إريتريا في أبو ظبي، ومستشار وزارة الشؤون الخارجية للشؤون القنصلية، ومسؤول دائرة الشمال أفريقيا، والقنصل العام لإريتريا في البحرين، والمناضل الفقيد إدريس محمد علي رب أسرة. وقد وري جثمانها الثرى زهرة اليوم 11 من أكتوبر في مقبرة الشهداء في أسمرة. وتنعي وزارة الشؤون الخارجية استشهاد المناضل الكبير إدريس محمد علي أبو شيخ وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي.
أهلا بكم. على الصعيد العالمي، اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا استحواذ العسكر على السلطة في النيجر انقلابا، وقررت قطع المساعدات التي كانت تمنحها للبلاد والتي فاقت $500 مليون بعد ما أطاح عسكريون في 26 من يوليو الماضي بالرئيس محمد بازوم المحتجز منذ ذلك الحين في مقره الرئاسي. وكانت الولايات المتحدة ومعها دول في غرب إفريقيا وفرنسا القوى الاستعمارية السابقة قد حضت بدون جدوى العسكريين على إعادة السلطة إلى بازوم. وإلى ذلك أعلنت الولايات المتحدة قطع حزمة مساعدات ب $442 مليون كانت مقررة عبر مؤسسة تحدي الألفية التي تدعم الدول النامية. هذا وبدأ الجيش الفرنسي مغادرة قواعده في النيجر بناء على طلب حكومة المجلس العسكري في البلد الإفريقي. ويتمركز في النيجر نحو 1400 جندي فرنسي في العاصمة نيامي، وفي قاعدتين متقدمتين في الشمال الغربي في ولام وتباري باري، في إطار دعم النيجر في مكافحة التنظيمات الجهادية. ومن المتوقع أن يغادر 400 منهم في المرحلة الأولى. تعرضت منطقة في غرب أفغانستان شهدت قبل أسبوع زلزالا عنيفا أدى لمقتل أكثر من 2000 شخص. تعرضت إلى هزة أرضية جديدة الأربعاء بقوة 6.3 درجات وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مشيرة إلى أن مركز الزلزال يبعد حوالي 29 كيلومترا شمال مدينة هرات. ولم ترد فورا تقارير عن تسجيل ضحايا أو مصابين. وفي السياق أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على عمق ضحل، مشيرة إلى أن مركزه يبعد حوالي 29 كيلومترا شمال مدينة هرات. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن العديد من سكان هرات يمضون لياليهم في خيام بالهواء الطلق منذ وقع الزلزال المدمر، والذي أعقبته 8 هزات ارتدادية قوية. وتتعرض البلاد بشكل متكرر للزلازل، خصوصا في سلسلة جبال هندوكوش القريبة من تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية. وصل الإعصار الشديد الخطورة ليديا إلى البر المكسيكي بقوة إعصار من الفئة الرابعة، مصحوبا برياح عاتية تبلغ سرعتها 220 كم في الساعة وفق المركز الأمريكي للعاصير. وقال المركز ومقره في الولايات المتحدة إن ليديا وهو إعصار تشكل فوق المحيط الهادي، وزادت قوته كثيرا مع اقترابه من سواحل وسط غرب المكسيك. وصل إلى اليابسة قرب مدينة لابينتاس في ولاية خاليسكو. وكان الإعصار أصبح شديد الخطورة قبيل بلوغه البر المكسيكي، وحتى قبل وصوله هطلت الأمطار بغزارة في بويرتو فالارتا، مما دفع بالمئات للاحتماء منها. وأعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خلال مؤتمر صحفي بأن أجهزة الحماية المدنية في حالة التأهب، مؤكدا بأن الجيش نشر حوالي 6000 عنصر من القوات المسلحة. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلن مطار لوتن اللندني تعليق كل الرحلات الجوية بسبب حريق كبير أدى لانهيار جزئي في أحد مرائبه. وقالت إدارة المطارات أو المطار الواقع شمال العاصمة البريطانية والذي يبعد حوالي 40 كيلومترا عن لندن أنه تقرر تعليق كل الرحلات الجوية. واندلع الحريق في موقف للسيارات بني مؤخرا في المطار الذي يخدم شركات منخفضة التكلفة. وأظهر مشاهد بثتها وسائل إعلام بريطانية مبنى متعدد الطوابق مشتعلا، بينما أفاد شهود بوقوع انفجارات. وأسفر الحريق عن 5 جرحى نقلوا إلى المستشفى. مشاهدينا، ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. حاكم جنوب البحر الأحمر يتفقد الأنشطة التنموية.
ارتفاع معدل الالتحاق بالمدارس في مديرية هبرو إقليم عنسبة. أنشطة نفير تنموية ناجحة في قنداع. واشنطن تعتبر رسميا استحواذ العسكريين على السلطة في النيجر انقلابا. زلزال جديد بقوة 6.3 درجات يضرب شمال أفغانستان. ومخاوف من فيضانات مع وصول الإعصار الشديد الخطورة لدول المكسيك. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا